الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istaqimu wa tadilu sufufakum fa inna tasbihata as-sufu min tamamis salah tarasul takhtalifu sudul halal. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walibuyutihim abwaban wa sururan 'alaiha yattaqi'una wa zukhrufa wa in kullu zalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin wa innahum layasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarin wa lan yanfa'akumul yawma idz zalamtum annakum fil 'adzabi mushtarikun. Afa anta tusmi'us summa aw tahdil 'umya wa man kana fi dhalalin mubin. Fa imma nadhhabanna bika fa inna minhum muntakimun aw nuriyannaka alladhi wa'adnahum fa inna 'alaihim muqtadirun. Fastamsik billadhi uhiya ilayka innaka 'ala siratim mustaqim. Wa innahu ladzikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Was'al man arsalna min qablika mir rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Wa laqad arsalna Musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'ihi faqala inni rasulu rabbil alamin. Falamma ja'ahum biayatina idza hum minha yadhhakun. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأعطاؤوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فأنت قضي ولا يقضى عليك اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والفحشاء والمنكر والزلازل والفتن والمهن والسيوف المختلفة ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة واليهود والنصارى أعدائك أعداء الدين وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. حين ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعالى يا ذو الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. إلهي ربي ربنا يا معبود سبحان الله. الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر كبيرا الحمد كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu nasalli wa nasallimu ala rasulil karim, amma ba'du. Pada kesempatan subuh kali ini insyaallah kita akan mendengar beberapa hadis mengenai akhlak-akhlak yang mulia. Anin Nawas bin Sam'an al-Ansari radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ismi faqala al-birru husnul khuluqi wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta ay yattali'a alaihi nas. Dari Nawas bin Sam'an al-Ansari radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan dosa. Lalu beliau bersabda, kebaikan adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa adalah perkara yang menimbulkan keraguan dalam hatimu dan kamu tidak suka bila diketahui oleh orang lain. Hadis riwayat Muslim. Diulangi, dari Nawas bin Sam'an al-Ansari radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan dosa. Lalu beliau bersabda, kebaikan adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa adalah perkara yang menimbulkan keraguan dalam hatimu dan kamu tidak suka bila diketahui oleh orang lain. Hadis riwayat Muslim. An Makhulin rahimahullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minuna hayyinuna layyinuna kal jamalil anif in qidan qada wa in unikha ala sakhratin istanakh. Dari Makhul rahimahullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang mukmin itu memiliki sifat tunduk dan lembut bagaikan unta yang jinak. Jika dituntun, unta itu ikut, dan jika diderumkan di atas batu besar sekalipun, unta itu pun mau menderum. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Makhul rahimahullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang mukmin itu memiliki sifat tunduk dan lembut bagaikan unta yang jinak. Jika dituntun, unta itu ikut, dan jika diderumkan di atas batu besar sekalipun, unta itu pun mau menderum. Hadis riwayat Tirmizi. Keterangan, orang-orang mukmin itu memiliki sifat tunduk dan lembut bagaikan unta yang jinak, yakni mereka sangat patuh terhadap perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, sebagaimana halnya unta yang telah dijinakkan. Jika diderumkan di atas batu yang besar, unta itu pun mau menderum. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang mukmin banyak menanggung kesusahan karena menderumkan unta di atas batu besar adalah perkara yang susah. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala akhbirukum biman yahrumu 'alan nar aw biman tahrumu 'alaihi nar 'ala kulli qaribin hayyin sahlin." Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku beritahukan pada kalian tentang orang-orang yang diharamkan atas mereka neraka dan neraka pun diharamkan atas mereka, yaitu setiap orang yang akrab pada orang lain, tunduk dan mudah. Hadis riwayat Tirmizi. Diulangi, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahu tentang orang-orang yang diharamkan bagi mereka neraka dan neraka pun diharamkan atas mereka, yaitu setiap orang yang akrab kepada orang lain, tunduk dan mudah. Hadis riwayat Tirmizi. An Iyad bin Himarin akhi Bani Mujashi'in radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha auha ilayya an tawaddu'u hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Dari Iyad bin Himar dari Bani Mujashi radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mewahyukan padaku, bersikap tawaduklah kalian sehingga tidak seorang pun menyombongkan diri kepada orang lain dan tidak seorang pun berbuat zalim kepada orang lain. Diulangi, dari Iyad bin Himar dari Bani Mujashi radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mewahyukan padaku, bersikap tawaduklah kalian sehingga tidak seorang pun menyombongkan diri kepada orang lain dan tidak seorang pun menzalimi orang lain.
An Abdullah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak akan masuk surga selamanya orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun hanya seberat debu. Hadis riwayat Muslim. Diulangi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak akan masuk surga selamanya orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun hanya seberat debu. Hadis riwayat Muslim. Bab haramnya takabur. An Muawiyah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man sarrahu ay yatamassala lahu ar-rijalu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Barang siapa yang ingin orang lain berdiri untuk menghormatinya, hendaklah ia menyiapkan tempat duduk dalam neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Diulangi dari Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang ingin orang lain berdiri untuk menghormatinya, hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Ini adalah hadis tentang makruhnya berdiri untuk menghormati orang lain. Alhamdulillah kita dengar beberapa hadis mengenai fadilah, keutamaan dari sifat-sifat akhlak yang mulia, terutama jangan sampai kita bersifat sombong atau takabur. Insyaallah apa yang kita dengar dapat kita amalkan dan kita sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'iman. حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم اموات برحمتك ارحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا افرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم ارحمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم اهدنا واهد بنا واهدنا جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شرنا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يفعل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون نشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون نشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.